بنسعد وبنشرف وبنرحب بيكم، واحنا فعلا عندي تشوق لاني استمع الى الادب النسائي، لان احنا عندنا في البحر الاحمر يعني يكاد يكون لون الادب النسائي قليل او نادر. فاحنا يعني نتمنى ان احنا نثري الوسط الثقافي يعني منتجات من حضراتكم، ونحب نسمع. اكيد احنا متشوقين جدا ان احنا نستمع لابداعكم، ويعني نحب نعرف برضو التجربه والابداع. استاذ جمال بدوي، الاستاذ الشاعر الكبير استاذنا، نحب نستمع الى كلمه منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هداه. الحمد لله الذي اخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. الصلاه والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. حقيقه ان لكل امه يدون بها تاريخها. فكان قدماء المصريين يسطرون تاريخهم على الحجر بالنقوش والزخارف، وكذلك الفرس، وكذلك اليونانيين، ثم سطرت بعض الامم تاريخها في الكتب مثل الفلسفه الاوروبيه او الرومانيه واليونانيه ايضا. اما العرب فكانوا امه لا تعرف البناء، امه تعيش في الصحراء. هذه الامه بيوتها اللي هي بيوت الشعب التي خفيفه في الشارب والوارد، انما يقيم حيث الكلأ وحيث الماء. ولكن هذه الامه كان الله سبحانه وتعالى يجهزها لتلقي القول الذي انزله على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال له: انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال: لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. هذا ليس تحيزا للغه العربيه، ولكنها لغه انشاها الله سبحانه وتعالى لتكون ابد الدهر الى يوم القيامه هي اللغه التي تحمل او تشرف بان تكون هي اللغه التي تشكل مكونات كلام المولى عز وجل القرآن الكريم. العرب إن لم يكونوا بهذه الدرجة من القوة والفصاحة لما نقلوا إلينا الحديث الشريف، ولما نقلوا إلينا تاريخهم في أيام كانوا يقولون أيام العرب. أيام العرب، ليس هناك تاريخ مكتوب على الإطلاق، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. ولكن كان الطفل الذي يراد به أن يكون فصيحا يترك في البادية. حتى العصر الأول والعصر العباسي كان الوليد بن عبد الملك يلحن لأن أباه خاف عليه أن يضعه في البادية، يعني طبطب عليه وخلاه جنبه، عشان كده ما كانش فصيح. ولكن لما يسيب ابنه في البادية يكون فصيح. فالفصاحة كانت عند العرب أساس. من هذا المنطلق ظل الشعر العربي هو الفن الأول للعربية، وكان هو ما من معركة بين قبيلتين إلا وسطر لها تاريخ بالشعر، وما من حادثة أو نادرة حدثت إلا وكان لها شيء من الشعر. وبمناسبة وجود ثلاث شاعرات كريمات، إحداهن ابنة مصر المضيفة الكريمة لهن، التي تنحت في الصخر كما أقول، لأنها فوجئت أنها تجوب أماكن كثيرة، وقد أتوا للإسنا في الصعيد. على فكرة إسنا البلد مدام نادية أساسا، صح مدام نادية ولا أنا غلطان؟ لا مش من إسنا، لا من يوسنا. من يوسنا مدام نادية، لا أنا من إسنا معلش. أنا من إسنا فرقت في حرفين. المهم يعني أتوا من إسنا وذهبوا إلى أسوان، وإن شاء الله هيجي لهم لقاء آخر بإذن الله مستقبلا في البحر الأحمر، ومعها شاعرة تعمل طبيبة أسنان من سوريا الدكتورة عبير خالد، ومعهم أو معهن الشاعرة
المتمردة التي قرأت عنها يعني عن تمردها الشاعرة سهى فياض. نعم؟ سهاد فياض، آسف معلش يعني أنا آسف. والتمرد أحيانا ممكن يكون الإنسان. وهكذا أهل العراق يعني. إنما لقيت الشاعر عبد القادر الجنيدي في باريس سنة 99 صدمني